قعدوا يعذبوا فيا من الساعة حضرتك 10 الصبح لحد الساعة 1 بالليل. وبعد كده حضرتك أخدوني ركبوني عربية ملاكي اللي هي الانترا. بعد الحادثة المثيرة التي وقعت في مصر والتي قام خلالها مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بالاعتداء على شاب مصري وبتر أصابعه، نشرت وسائل إعلام مصرية صورة مثيرة لأحد المعتدين على الشاب المصري المذكور واسمه محمد عبد الحي، الذي اتضح أنه على صلة وثيقة بأعضاء من حركة حماس. صحيفة الأهرام المصرية نشرت صورة تظهر أن المتهم حصل سابقا على التكريم من قبل القيادي في جماعة الإخوان بغزة إسماعيل هنية، وذلك باستقبال رسمي أقامه هنية لعدد من عناصر جماعة الإخوان المصرية، إضافة إلى العثور على صور له مع المخلوع محمد مرسي خلال فحص هاتف المتهم. الكشف عن هذه المعلومات تزامن مع إعلان عن تفاصيل عملية ضبط الجيش المصري لصواريخ جراد بطريق مصر السويس، وليوضح مصدر عسكري مصري أنها من النوع الذي تمتلكه حركة حماس. كل الدلائل تشير إلى أن حماس الإخوانية باتت اليوم جزءا لا يتجزأ من ظاهرة العنف الإخواني المستميت في التمسك بالحكم بأي ثمن وإن على حساب الشعوب.